الدنيا مقلوبة اليومين اللي فاتت في مصر عن واحد اسمه صلاح الدين التيجاني. الشيخ التيجاني شيخ صوفي مشهور بيدعي انه بيتبع الطريقة التيجانية، لكن في واحدة من كام يوم اسمها خديجة خالد كتبت بوست على فيسبوك بتقول انها كانت متربية على ايديه من وهي صغيرة، وانه حاول يتحرش بيها اكتر من مرة، واخرهم لرسالة اباحية بيقول لها فيها انه مشتاق. ولما حاولت تشتكي منه وتفضحه، امها سكتتها وقالت ان البنت مريضة نفسيا وبيتهيأ لها حاجات. لكن والد البنت الدكتور خالد كان واقف في صف بنته، وقال انه كان عايش هو وزوجته واولاده في سعادة لحد ما زوجته اتعرفت على الشيخ التيجاني وعمل لها غسيل مخ. طبعا البوست ده اثار ضجة واسعة في مصر وطلع ترند وازاح الستار عن الشيخ التيجاني، واتضح ان الراجل ده اتباعه عملوا له مقام في مدينة امبابة في مصر باسم زاوية التيجاني، وبيتبعه كثير من المثقفين والممثلين وحتى اطباء ومهندسين، وبيمدحوا فيه كأنه نبي او رسول. واتضح انه عامل غسيل مخ لكل اتباعه ومفهمهم انه حاجة تانية غير البشر. طبعا بعد ما اصبحت قصته قضية رأي عام، طلعت هيئة مشيخة الطريقة التيجانية وتبرأت منه ومن افعاله، والحكومة اتخذت منه موقف والقت القبض عليه وبدأت في التحقيق معاه.